واقعا يعتصر قلبي ألما، ولكن أقوله للأعز حتى تعرف أنا عندما أحمل على الرواية هذه الحملة، وسأبقى أحمل، مو مقصودي أي رواية كانت، وإنما الروايات التي تخالف ماذا؟ تخالف شنو؟ القرآن. خلينا نقرأ الآية القرآنية أولا، هسه راح تعرف الموضوع شنو هو. أنت قال تعالى في سورة البقرة الآية 222: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. التفت، مو فقط اعتزلوهن، بعد ولا تقربوهن حتى يطهرن، على قراءة وعلى قراءة أخرى حتى يطهرن. ومن هنا تجدون بأنه اختلف الفقهاء في مسألة أنه قبل أن تغتسل، إذا طهرت قبل أن تغتسل، هل يجوز مقاربتها أو لا؟ بعض يقول نعم وبعض يقول لا، مبتنية على ماذا؟ على أن القراءة يطهرن أو يطهرن. هذا بحث فقهي الآن في محله. خلوه التفتوا لي جيدا، هذا القرآن الكريم بينكم وبين الله أول عامل بالقرآن منه لابد يكون؟ رسول الله. لماذا؟ لأنه هو القرآن الناطق. يعني ماذا هو القرآن الناطق؟ شنو معنى؟ يعني إذا أردنا أن نجسد القرآن خارجا، بمن يتجسد أعزائي؟ يتجسد برسول الله. يعني رسول الله قرآن يمشي على الأرض، أخلاقا، سيرة، علما، تقوى، زهدا، ولهذا كان خلقه القرآن. أصلا هو القرآن، مو خلقه القرآن، هو القرآن. هسه تعال معنا أعزائي إلى صحيح البخاري. مولانا صحيح البخاري الجزء الأول أمامكم، خلي شوفوا زين. صحيح البخاري الجزء الأول الرواية رقم 299 و300. قال عن عائشة أيضا. شوفوا الروايات عمن. هسه أبين لك فقط جملة وإن شاء الله بعدين، لأن الذين كانوا يريدون أن يضعوا الروايات على رسول الله وواقعا يسقطوا كل اعتبار، وجدوا بأنه إذا الروايات ينقلها أشخاص أجانب يصدقوها في رسول الله لو ما يصدقوها. يقولون بابا هذه الزوج تبعت تدري ويا بعد كل شيء. ولذا يكون في علمكم أنا من أولئك الذين أعتقد أن كثير من هذه الروايات من وضع الأمويين بعد ذلك عندما كتبت، مو روايات صادرة في صدر الإسلام. هسه دليله بعدين واحدة. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد كلانا جنب. التفت جيد. بعد هسه هنا، وإن كان خلاف الأدب أن الزوجة تأتي وتقول ما يكون بينها وبين زوجها في الحمام. مولانا بينك وبين الله أكو واحد منكم، أكو واحد من عندنا يقبل هذا المعنى؟ ولكن هسه أتركنا هذا الجانب. طبعا مو الآن فقط من الناحية العرفية والعقلائية معيب، يقينا في صدر الإسلام الوضع شنو؟ أكثر بكثير من هذا. هسه أتركنا من هذا الجانب، ما أريد أدخل فيه. محل الشاهد هاي الجملة، التفت لي: وكان يأمرني، منو؟ رسول الله، فأتزر وزره، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والقرآن ماذا يقول؟ اعتزلوا النساء ولا تقربوهن. هسه مبناك ياهو قرآن لو رواية؟ يلا جاوب. اللي يصير مبناه رواية. ولهذا ذهب بعض علماء أهل السنة قالوا يجوز ذلك. يابا على أي أساس يجوز؟ قال رسول الله كان يفعل ذلك مع زوجته. يابا على أي أساس تقول يجوز؟ يقول بابا مو احنا من عندنا نقول رسول الله سيد الأنبياء كان ماذا؟ يقوم بهذا العمل. كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
إذن رسول الله يعمل بالقرآن لو ما يعمل بالقرآن؟ كان خلقه القرآن لو لم يكن خلقه القرآن؟ هو القرآن الناطق أو ليس هو القرآن الناطق؟ القرآن يقول اعتزلوهن لا تقربوهن حتى يطهرن. هو يعمل أو لا يعمل؟ عد بينك وبين الله تتوقع من أمته يعملون بعد؟ هسه لماذا هاي الروايات؟ لماذا واقعا تسقيط هذه الشخصية؟ الجواب أعزائي، هذه الجملة كنت أقولها بالآخر ولكن الآن أقولها في المقدمة. لماذا؟ لأن الذين جاءوا من خلفاء بني أمية وبني العباس وغيرهم كانوا يريدون أن يقوموا بهذه الأعمال، فلا بد أن يقولوا أن رسول الله كان يسوي حتى يجوزون لخليفته ماذا؟ وإلا بينك وبين الله إذا يبقى رسول الله في تلك القمة هل يمكن أن يكون معاوية خليفة له أو لا يمكن؟ لا يمكن. خليفة الإنسان من يخلفه في علمه، في عمله، في سلوكه، في أخلاقه. أما إذا هو بيني وبين الله بين الدف والمزمار والغناء، لابد أول يثبت على رسول الله أنه شنو؟ كان أهل دف وغنى حتى خليفته مش يصير مولانا. مثل ايش؟ تلتفتون القضية؟ يعني بعبارة أخرى رسول الله في القمة وهؤلاء أسفل السافلين، فأكو طريقين: لو هم يصعدون ويكونوا بمقام من؟ رسول الله، وهذا علي وأهل بيته. لو رسول الله شو يسوي له؟ نزله حتى يصير هو شنو؟ خليفته. وهذا الذي فعلوه. صلى الله صلي على محمد، صلى الله صلي على محمد، صلى الله صلي على محمد، صلى الله صلي على محمد. ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وظل الشان. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأت قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله غفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وبخ من أراد تنقصي، إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزال بريئة،
ودليل حسن طهارة إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه وحنى علي بثوبه خباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. سانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ساني. صلى الله صلي على محمد صلى الله صلي على محمد. طوبى لمن والى جماعة صحابه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصل هل يستوي كف بغير بنان. حسرت صدور الكافرين ببالدي وقلوبهم ملئت من الأصغان. حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني. من حبني فليجتنب من سابني إن كان صان محبتي ورعاني. إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين فمن أبي حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. صلى الإله على النبي وآله فبهم نشم أزهر البستان. صلى الإله على النبي وآله فبهم نشم أزهر البستان. صلى الله صلي على محمد صلى الله صلي على محمد صلى الله صلي على محمد
صلى الله صلى الله صلي على محمد. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بثباتي. لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عالي الطبقات، يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بثبات. لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عالي الطبقات، يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات. نحري بنحرك يا محمد إنني متنهف للقائكم بمماتي، عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي، حان الوقوف لعرضكم بثباتي. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بثبات. يا فرحة الدنيا المليئة حينما هل الحبيب وصاحب البركات، سقطت رماح الكفر عند قدومه واستبشرت في مجده أبياتي. فلربما غصن الأراك بلينه يثني المبارز يسقط الرايات، ولربما موت الكريم مخوف للقوم إثر وفاته بهباتي، للقوم إثر وفاته بهباتي. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بثبات. ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي، هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي. ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي، هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي. فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصاتي، فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصاتي، فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصاتي، صلت على خير الأنام وصاتي. هذه الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة
الحقيقة من دون لف ولا دوران. هذه الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن. هذه الحقيقة من دون لف ولا دوران. يا معرضون يا معرضون ستذكرون لكن أفيقوا هذا الطريق قبل فوات الأوان. يا معرضون يا معرضون ستذكرون لكن أفيقوا هذا الطريق قبل فوات الأوان. ولذا تجدون أنه هم لم يعتنوا لا بعلم الرجال ولا بعلم الأصول. والشاهد على ذلك اللي هو وإن كان في حالة وسطية بين الأصول والأخبار المحدث البحراني صاحب الحدائق الآن أنت إذا تذهب إلى كتابه الحدائق، وأنا أنصح الأعزة واقعا فيقرأوا في الدورة حدائق، يقرأوها من الأول والآخر، لأنه كاملا ذوقها يختلف عن الدورات الفقهية
الأخرى اللي مكتوبة على أساس أصولي لا على أساس المذاق الأخباري. أنت تجد كل علم الأصول له لا يتجاوز الفوائد المعدودة التي أشار إليها في مقدمة الحدائق، حدود 70 إلى 80 صفحة، مجموعة فوائد ذكرها اللي هي قواعد الاستنباط ماذا عنده، هواي مفيدة. اقرأوا كل علم الأصول اللي يحتاج إليه الفقيه لعملية الاستنباط، قل هاي الفوائد التي أشرت إليها أين في المقدمة. هذا أولا.